السلام عليكم متتبعي الاوفياء. الوصفه ديالنا ديال اليوم هي طاجين بالملوخيه بطريقتي، كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها في القادم من الايام وتردوا عليا في تعليقاتكم. ودابا ندوزو جميعا نشوفوا المقادير وطريقتي في تحضير هذه الملوخيه. بالنسبه للمقادير فانا خديت هنا كميه من الملوخيه. انا خديت هذه البلديه كتكون هكا صغيره ورقيقه، فمن الاحسن كيجي الطاجين بها ألذ من الروميه اللي كتكون كبيره، واخا كتعذب شويه ما معليش. كميه من اللحم، زيت زيتون وزيت المائده، كميه من المعدنوس، بصله صغيره محكوكه، وجوج حبات ديال الطماطم محكوكين حتى هما. العطريه كنحتاج الملح، ابزار، سكينجبير، الخرقوم والزعفران شعره. فهادو هما المقادير. ودابا ندوزو نشوفوا الطريقه. ففي طنجره الضغط غنديروا اللحم اللي عندنا، غنضيفوا له ديك البصيله محكوكه، ملح، ابزار، سكينجبير، الخرقوم، وكميه من الزعفران شعره. فإلا ما توفرش الزعفران هكا طبيعي فديروا ديك المكعبات ديال الزعفران. غنضيف كميه من المعدنوس، والباقي غادي نضيفه على الطماطم اللي عندي وغنخليه على جنب حتى من بعد. غنضيف كذلك زيت الزيتون وزيت المائده، ممكن تكتفيوا بزيت المائده فقط. غنخلط هذا اللحم ديالي مزيان حتى يشرب معايا هاد العطريه. ومن بعد على نار مهيله غادي نخليه يتشرب مزيان مزيان تيتغير اللون ديالو على هذا الشكل كما كتشوفوا. ونضيف له الكافي من الماء، ما نقويش، فقط لي يطيب فيه اللحم. نسد عليه ونخليه على جنب يطيب. وندوزو دابا نوريكم الطريقه ديال التنقيه ديال الملوخيه. بالنسبه للنساء اللي اول مره غتنقيها، فزلافه كبيره غندير فيها كميه من الملح والابزار. هاد الخضر اللي ما كطيبش مده طويله ما كتشربش معنا العطريه بزاف، فكنديروا هاد الطريقه. كنرقدوا فيها هاد الخضيره ديالنا، كتشرب شويه ديك المليحه والابزار فكتجي من السما. فانا كناخذ حبه هكا كنحيد لها الراس، نحاول ما نحيدش الراس بزاف باش ما تفسخش معايا غير تكون كطيب. كنقيها هكا غير بالراس ديال السكين، كنحيد ديك الحبيبات اللي كيكونوا حورش بالطريقه اللي كتشوفوا. فهي بصراحه كتاخذ الوقت، ولكن المذاق ديالها بصراحه كيشفع لها. ما كاين باس هكا خضر اللي موسميه ولا شهيوات اللي موسميه نديرو معاهم الخاطر فيا، ما كاين مشكل. صافي من بعد كما كتولي رطبه كنديرها في هاد الزلافه اللي عندي، وبنفس الطريقه كنحاول فقط اني ما نحلهاش باش ما تفسخش معايا في الطياب، تبقى هكا صحيحه. صافي فانا من بعد ما نقيت الكميه كامله اللي عندي غنخليها هكا تشرب هاد الماء والملح اللي عندي والابزار. ونشوفوا اللحم ديالنا. فاللحم هنا طاب، غادي نضيف له طماطم محكوكه والمعدنوس، نخليه يغلي واحد 5 ديال الدقائق. عاد نضيف الملوخيه. فانا بصراحه اللحم ديالي طاب، ما بغيتش يزيد يتفتت اكثر فغادي نصفيه. عاد نضيف الملوخيه، يعني ممكن لقيتو اللحم باقي شويه فخليوه وضيفوا عليه الملوخيه. صافي غنخليها طيب على جنب، وندوز معكم نشوف الطبق المرافق لهاد الشهيوه اللي هما الفجل. فانا خديت الفجل الطويل والفجل المكركب، فغنحاول فقط نكرطو شويه. انا ما غاديش نقيه، ما نحيدلوش كاع القشره بصفه نهائيه، حيت غادي نرقدو في واحد الزلافه دايره فيها الماء والملح والخل.
غنرقدو حتى نبغي نقدمو عاد نصفيه. فهاد الماء والملح والخل كينقص شويه من الحروره ديال هاد الفجل. واللي ما بغاش يدير هاد الطريقه فينقيه كامل ويقطعو، يعني انا كنفضل هاد الطريقه تقليديه. صافي فنقسمو هكا بشكل طولي الى على النصف، ثم الى نصف النصف. صافي وغنخليها كيشرب مزيان معايا ديك المليحه والخل والماء. بنفس الطريقه درت الشكل الثاني. دابا ندوزو نشوفو الطبق ديالنا. هنا الملوخيه من بعد ما وجدت فكتجي رائعه، فكنتمنى تجربوها وتردوا عليا طبعا في التعليقات. والى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.